ازيكم يا اصحابي؟ انا رينو. تعالوا نشوف رحنا فين انا وبلوي النهارده. رحنا حديقة الحيوان، ركبنا العربية وبعدين ركبنا مركب في النيل حلوة قوي، وبعدين وصلنا. يلا نشوف مع بعض شوفنا ايه هناك. بص يا رينو، دي حمامة كبيرة قوي. لا دي مش حمامة، دي اسمها نعامة. هي دي بتطير فوق في السماء؟ لا مش بتطير، بس عارف دي بتجري أسرع من العربية. بجد؟ يعني لو سبقتها وجريت بسرعة قوي 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 برضو هتسبقني؟ أيوة طبعا، وعمرك أصلا ما هتلحقها. ياه، طب هي بتاكل ايه علشان أبقى قوي زيها؟ بتاكل نبات وخضار زي الخس الخيار. انا كمان بحب النباتات في الخضار قوي، هفضل اكلهم علشان ابقى قوي زيها. ايه ده؟ بص السلحفاة الكبيرة دي. هي مش بس حجمها كبير، هي كمان سنها كبير. انت عارف ان هي بتعيش سنين كتير قوي؟ يعني بيبقى عندها كام سنة؟ ممكن 100 سنة. واو دي كبيرة قوي. طب انت عارف هي بتاكل ايه؟ بتاكل ورق الشجر والخضار. بص تعالى، بص السلحفاة الكيوت دي صغيرة قوي. دي نوع تاني من السلاحف، تفضل كده مش بتكبر، وبرضه بتاكل خضار. ودي بقى الفراخ. عارف الفرخة بتعمل ازاي؟ ايوه استنى. ايوه شاطر. تحب تاكل الحبوب والذرة. احلى حاجة ان احنا بنجيب منها البيض، عشان انا بحب البيض الاومليت قوي. ايه ده؟ بص الريش ده جميل ازاي. ده طاووس الوانه زي الرينبو. الولاد بس هما اللي بيبقوا عندهم ريش كتير. واو ده جميل قوي. ده بقى الحصان، بيجري بسرعة زي ما تكون راكب عجلة. عضلاته حلوة قوي. هو ده بياكل ايه؟ بياكل عشب وجزر، وبيتعمل بيه سباقات. الله، انا نفسي اركب حصان. ده بقى الجمل. الجمل بيسموه سفينة الصحراء. ليه؟ عشان بيعيش في الصحراء وبيقدر يستحمل ان هو ما يشربش ايام كتير. ازاي؟ عشان هو ممكن يشرب مية كتير قوي ويخزنها في بطنه. واو سبحان الله، دي حاجة غريبة جدا. دي بقى اللاما، شبه الجمل بس على أصغر. الجمل بيعيش في الحر، بس اللاما بتعيش في السقعة. بس خلي بالك لو زعلتها ممكن تعطس عليك. ايه ده بجد؟ طب يلا بينا من هنا. دي بقى الوزة. بتقول ايه الوزة؟ بتقول واك واك. ايوه برافو عليك. وبتحب تعوم في المية، وبتاكل حبوب وذرة زي الفراخ، بس هي بتحب المية.
وده بقى البجع، منقاره كبير قوي زي الشنطة. ايوه، علشان هو بيصطاد سمك وبيحطه في المنقار بتاعه عقبال ما يعرف ياكله، وبيعيش جنب البحر. انا لو كنت سمكة كنت خفت منه عشان ما ياكلنيش. ودي المعزة، بتحب تاكل ورق الشجر وبتعيش في المزرعة أو في الجبال. مرة شفت معزة بتجري ورا ورقة خس. وده ديك رومي. اوه، ريشه عامل زي المروحة. ايوه، هو فعلا شكله مميز قوي، وبيعيش في المزرعة وبيحب ياكل الحبوب زي الفرخة والوزة، وصوته غريب قوي. وده، استنى، انا عارف، ده الفلامينجو. ايوه بالظبط، بياكل جمبري صغير وبيحب يعيش جنب المية، وبيعرف يقف على رجل واحدة زي بص. ده بقى الصقر. الصقر بيطير بسرعة قوي زي الطيارة. واو، معقولة؟ وبياكل لحمة زي الأسد بالظبط. وده الغزال، خفيف وسريع زي الكرة لما بتتنطط. هو ده بياكل ايه؟ بياكل عشب وبيعيش في الغابة. شكله رقيق قوي. بص، دي غزالة بيبي قاعدة جنب مامتها، شكلها كيوت قوي. ده حصان قزم، حجمه كده ومش بيكبر، شكله كيوت رهيب. ده القرد، ذكي قوي وبيعيش في الغابة وبياكل موز وفاكهة والسوداني طبعا. عارف القرد بيعمل ازاي؟ ايوه، بيعمل وعنده ديل طويل علشان ينط من شجرة لشجرة. كده خلصنا يومنا. ايه اكتر حيوان عجبكم؟ اهم حاجة اتعلمناها ان احنا ناكل كل حاجة علشان نبقى اقوياء. يعني زي النعامة بتاكل خس ونبات فبتبقى اسرع من العربية، وزي الصقر بياكل لحمة فبيبقى اسرع من الطيارة، وزي الحصان بياكل جزر وبيبقى اسرع من العجلة. احنا لازم ناكل كل حاجة ماما بتحطها لنا عشان نبقى اقوياء جدا. قولولنا بقى المرة الجاية عايزين نفسحكوا فين. باي باي، نشوفكم الحلقة الجاية.